ادي الصابون، ادي الصابون اللي من صابونه واحده عملنا اكتر من 12 قطعه صابون اهي، ولا مواد كيماويه ولا اي حاجه، بشويه نشا. والنشا طبعا انتوا عارفين ان هي حلوه جميله للبشره وللوش وللايد ولكل حاجه ما شاء الله اهي. شوفوا ادي قطعه الصابون، صابون عسل، وشوفوا لونه عامل ازاي، لونه تحفه ازاي جميل. ادي الصابون العسل اهو، شوفوا. وبالسمك بقى اللي انت عايزاه، عايزه تطخنيه، عايزه تكبريه، عايزه تصغريه براحتك. 12 قطعه صابون اهو عسل كده، 12 قطعه صابون، صابون بقى لوكس جميل اهو. عايزه بقى تعملي بقى في قالب وتقطعيه على مزاجك بقى. وادي حته كمان اهي، ولسه والله ما نشف، والله لسه ما نشف. شوفوا ما نشفش لسه كمان، عشان اقول لكم ان هو نشف ما نشفش اهو. شوفوا الرغاوي، شوفوا الصابون بيرغي ازاي، رغاوي جميله ازاي اهي، ولسه كمان طري. امال بقى اما ينشف هيبقى ايه؟ شوفوا صابون من بلاش، رغاوي وريحته بقى تحفه، حتى ريحه اللافندر وريحه الموارد، وحتى كل حاجه فيه مخليه ريحته جميل اهو. اذا عجبكم بقى الفيديو اتفضلوا شوفوا معايا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. صباحكم زي العسل، صباحكم هو الرزق، صباحكم هو السعادة، صباحكم هو الصحة، تكونوا متمتعين بالصحة احنا وانتم يا رب. النهاردة بقى أنا رايحة أشتري صابون، لقيت الصابونة النهاردة وصلت كام؟ وصلت 15 جنيه. قلت ليه؟ طب ما أنا أعمل الصابون في البيت، أنا بعمله على طول، بس ساعات بيجي عليا كسل كده وأكسل من ناحية الصابون. فقمت قلت لا ده أنا هعمله بقى، أنا بعمل الصابون الغسيل بتاع المواعين على طول، ما بقطعهوش قبل ما يخلص اكون عامله الكميه على طول. قلت لا، زي ما بعمل غسيل المواعين وما بشتريهوش صابون غسيل المواعين، برضه هعمل الصابون. جبت صابونه اهي ما شاء الله، هي اشتريتها اهي، وهبشرها معاكم اهو، ابشريها وهعمل معاكم احلى صابون. عندك بروه صابون مثلا مكان غسيل الوش، مكان الحمام بقى، ما بتبقوا سايبين في الحمام صابون كتير، تلميه وتحوشيه وهتعملي وتوفري احلى صابون. انا كنت بعمله على طول، بس بقى ساعات بنسى او بكسل او بشفي فضه، فقلت لا اهو. شوفوا ريحتها اصلا جميله وريحتها عسل اهو. خلاص كده بشرت الصابونه اهي، وكان عندي حته برضو باقيه اهي، بشرت ديت ودي. وعلى النار هوريكم اهو، على النار هنزل بقى الصابون ده اللي انا بشرته اهو، ننزلي بيه كله كده ما شاء الله. وهتنزلي بقى عليه بكوبايتين من الميه اهو، ادي كوبايه ميه اهي، وكمان كوبايه وتعلقي على النار، حطها بقى على على عين البوتاجاز ما شاء الله اهو. ادي كمان كوبايه، يبقى كده حطيت كوبايتين ميه والبوتاجاز شغال، وتولعي بقى عليه اهو. وبالمضرب كده اهو، الصابون ده كله هتلاقيه كريمي بقى معاك. شفت الكريمه كده اهو زي الكريم، حتى انك تقلبي فيه لما يبقى عامل زي الكريمه بقى بتاعت التورتات والحاجات دي ما شاء الله. شوفوا الصابون مع الميه والله ريحتهم عسل اهو. هتنزلي بقى هو كده النار شغاله، بس تكون واطيه عشان يعني الحاجه ما تلسعش مني اهو. وانت بايديكي في التقليب، اهم حاجه ايديكي تكون بتقلب اهو ما شاء الله. صح خالص اهو، ما عادش غير بواقي بس الصابون، ما عادش غير حاجات بسيطه صغيره خالص اهو، بقى كريمي خالص معايا اهو. لو عندك مثلا وانت مستعجله ومش عايزه تقلبي ولا توجعي دراعك، لو في هاند بلندر مثلا اضربي بيه عادي، بس ليه؟ ما هو ايدينا احسن من اي حاجه اهو. ما عادش غير بواقي حاجات بسيطه خالص اهو. انا بوريكم معايا المراحل، كل مرحله معاكم والله ما بكذب عليكم في اي حاجه ما شاء الله. كل حاجه قدامكم بمصداقيه، عشان ربنا يبارك لي والله اهو، عشان ربنا يبارك لي كده يا رب في حياتي وفي عيالي يا رب. خلاص كده اهوت ما شاء الله داب خالص اهو، وبقى كريمي اهوت عسل اهو ما شاء الله اهو. ما عادش فيه اي تكتلات. انا لو انت مثلا زهقتي من التقليب بتاع اللي هو الهاند بلندر دي، وقومي عاملاه مرتين، انما انا بصي وطيت النار وما شاء الله اهو نعم خالص، ما عادش اي صابون. هعمل ايه بقى بعد ما عملت ده؟ هقوم نازله بمعلقه زيت زيتون اهو، زيت زيتون اهو معلقه اهي، مش عايزه زيوت ياما عشان الصابون ما يفصلش اهو. معلقه اهي واحده بس، دي مش مليانه، انا عايزاها معلقه مليانه اهي، معلقه واحده بس زيت زيتون
وايه كمان 4 معالق سكر. 4 معالق سكر اهو. 4 معالق سكر. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي ايه 4. السكر ايه فايدته؟ السكر بينعم البشره وبينعم ايدك يعني وبيعمل ايه كمان صلابه للصابون. هعمل ايه كمان؟ يبقى انا حطيت كده معلقه زيت زيتون و4 معالق بس من السكر، وايديكي كل ما تحطي مكون تقلبي وياخد حقه في التقليب اهو. هحط كمان بتاع ريحه اللافندر، بيخلي ريحه الصابون بقى مش عايزه اقولك اهو. ده اهي ازازه من ريحه اللافندر، جميل بيخلي ريحه الصابونه عسل، وبتخلي بقى ايه وانت بتغسلي بيها كده اهو تحطيها كلها عشان تحلي الريحه بقى بتاع الصابون. هتلاقيها معاكي تحفه كده، مش هتندمي ان انت عملت الصابون ده اهو. وايه كمان 4 معالق من النشا. 4 معالق نشا. كل ده لازم يتقلب كويس، اهم حاجه التقليب المستمر اهو. خلاص كده هجيب النشا اهو 4 معالق من النشا وهدوبهم. هات حبه ميه اهو. بصوا ده هم 4 معالق ايه نشا. طب هتعملي ايه كمان؟ هقوم نازله كمان بحبه ميه اهو علشان ادوب ايه، عشان ادوب كميه النشا اهو. ما شاء الله اهو. هتدوبي بقى النشا كده اهو وتقومي نازله بيها على الصابون كده اهو وانت بتقلبيه. اهم حاجه التقليب. شوفوا ريحته بقى، وريحته طالعه عليا عسل، ولا الريحه بتاع اللافندر دي كمان، في ريحه ليمون وفي ريحه نعناع وفي روايح ياما. بس انا بصراحه يعني انا بحب اللافندر، ريحه اللافندر حتى في اما برش كده بتاع المعطر ده بحب اللافندر. اللافندر من الروايح الجميله اهو. النشا دابت اهي، دوبيها كويس وهتقومي معليه بقى النار شويه كده وانت بتنزلي كانك بتعملي مهلبيه. وانت بتنزلي بالنشا لازم ايد تقلب اهي. ما شاء الله ايد تقلب وايد ايه تنزل اهو كده. ما شاء الله تبارك ربنا اهو يا حبايبي اهو. انزل كميه كده اهو وتقومي مقلبه. كل الكميه ده هتنزل كده معاكي اهو كده، ما عادش اي حاجه. حطينا ريحه اللافندر وزيت الزيتون والنشا والسكر، ما عادش اي حاجه. وهتقلبي خالص كده اهو. هتقلبيه كده اهوت. شوفي ما شاء الله ريحه ده مش هتندمي والله ان انت عملتيه. طب ايه كمان اللي هيخلي بقى ريحه الصابون حلوه وجميله؟ الموارد. ريحه الموارد دي بقى معلقتين من الموارد الحلوه دي اهو، معلقتين 2 اهو. يبقى انت عايزه احلى من كده ريحه صابون؟ موارد ولافندر وريحه جميله اهي. ما شاء الله الريحه والله طالعه تحفه تحفه كده. ما بالك بقى الصابونه لما تخلص بقى كده هتبقى ايه؟ هتدوبي كل الحاجات ده اهي اهو. ما شاء الله اهو. كل ده لازم يدوب مع بعض اهو. شوفي الريحه والله لازم اشم. الله الله يا ولاد، الله على الجمال. خلاص هتغلي ميه بس معايا غلوتين اهو. وهقوم بقى ايه صبها في اي حاجه واسيبها بقى ايه لتاني يوم. لازم الصابون يمسك، لازم الصابون ما تفتحوش ولا تقطعي فيه الا لما يمسك خالص. عايزه تحطيه في مثلا على شبكه التلاجة ماشي، عايزه تسيبيه بره لحد ما يمسك ماشي اهو. هوريهولكوا بقى وانا بصبه بقى. ادي صينيه او اي قالب عندك، بس انا بصراحه مش لاقيه قالب احط فيه الصابون، فقمت جايبه صينيه كده اهو. وهاتي هنا حبه زيت زيتون صغيرين كده اهو اهو. وتقومي صبه الصابون وتسيبيه بقى لحد بكره او بعد مثلا 3 ساعات، يعني على حسب ما انت بقى عايزه. او تشوفيه ان هو ايه مسك معاكي وشد معاكي كده. ما شاء الله. وتقومي بقى نازله كده اهو شاده الكيسه حلو كده اهو. ما شاء الله. خلاص هوريهولكوا بقى بعد ما ينشف. وكده الصابون اهو ما شاء الله بعد ما مسك. دي كنا تاني يوم، هو لسه برضو ما مسكش قوي، ده بيغيب له بتاع 3 ايام. انا هبدا اطلعه اهو. ما شاء الله اهو اهو الصابون نشف اهوت. دي كنا تاني يوم، دي كنا تاني يوم
هبدأ بقى ايه اقطعه كده، ولازم يتقطع وهو طري، لان لو نشف هيتفرفت منك، مش هتعرفي ايه تتحكمي فيه. اهو من صابونة واحدة هنعمله كام صابون. اهو ما شاء الله. وبالروايح بقى اللي انت عايزاه، في ريحة لافندر وفي ريحة ليمون، وما شاء الله بقى اي ريحة انت عايزاه. اهي ادي كام صابونة اهي ما شاء الله. بس لازم تسيبيه برضو لما ايه، لما يمسك شوية، لان هو كده لسه طري. احنا كنا كده الصبح اهو، يعني انا كنت عاملاه بالليل واحنا كده الصبح. ما شاء الله. شوف الصابون جميل اهو. قطعي بقى الكمية اللي او بالحجم اللي انت عايزاه، بتسيبيه لما ينشف خالص وتبداي بقى ايه تستعمليه. ما تستعملهوش وهو طري كده، هيبوش منك في الغسيل. اهو ما شاء الله. اهو احلى شوية صابون اهو تستخدميه. ما شاء الله اهو. ادي الصابون اهو. شوف عملنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صابون، وده اللي 12 اهي كده. 12 قطعة من الصابون، كده 12 قطعة من الصابون. احلى شوية صابون ممكن تعمليهم اهو. هترصيه كده اهو وتسيبيه على الصينية كده اهو يومين 3 لحد ما ينشف اهوت. وبعدين تستخدميه بقى على طول، وتغلفيه بستريتش اللي هو الستريتش راب ده لحد ما ايه، عشان مثلا لو انت هتستخدمه كله لا، فلازم تسيبيه وتغلفيه، وبعد ما تغلفيه تاخدي بقى واحده بواحده اهو. ادي الصابون اللي ايه، اللي احنا بنستصعبه عمايله، لكن هو سهل خالص والله اهو. هتسيبيه كده اهو ينشف يومين 3 لحد ما خلاص نشف خالص، تقومي بقى مستعمله اهو. صابونه اهوت ما شاء الله. شوف القطعه اهي، ادي قطعه الصابونه اهي ما شاء الله اهوت. كل ده من صابونه واحده، كل ده اهو من صابونه ومعلقتين نشا ومعلقتين سكر. عملنا احلى صابون في البيت واحلى خير اهو. اذا عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ومع السلامه يا حبايبي.